هل البرمجة بتكون حكر بس أو اللي بيتعلمها ومطالبة حاسبات أو هندسة؟ طب وباقي الناس التانية؟ لو عملت سيرش أو سألت أي حد خبير في مجال البرمجة هيقولك إن البرمجة مهارة ممكن أي شخص يتعلمها بس بمواصفات معينة، وده بغض النظر عن مجاله الدراسي أو المهني. ليه بقى يا سيدي الفاضل؟ لأن أي حد بيدي كورسات أونلاين أو أوفلاين والدورات التدريبية والكتب والبرامج التعليمية ما بيروحش يسأل اللي جاي ياخد الكورس ده هو طالب حاسبات ولا هندسة. ده حتى اللي بيقدموا محتوى في مجال البرمجة سواء هو خريج حاسبات أو هندسة، الكورس اللي بيعمله خلاص موجود، يعني مفيش عمليه فلتريشن بتتم علشان اللي ياخد الكورس يكون بس طالب في حاسبات او هندسه. وده ان دل على شيء فانما يدل على ان التطور اللي بيحصل حاليا والمصادر الموجوده اونلاين او اوفلاين غيرت تماما شكل عمليه التعليم اللي احنا متعودين عليها، وبقى في التعليم الذاتي او السيلف ليرنينج، وده خلى ناس كتير تعمل شيفت كارير لمجالات تانية زي محمد مصطفى كده، ايوه انا نرجسيه بقى وبتاع. والموضوع مش متعلق بشخص اتعلم مجال تاني وخلاص، لا ابدا. كونك سيلف ليرنر هتتعلم المهارات اللازمه لسوق العمل وتقدر تنافس مش بس محلي ودولي كمان، يعني عمله صعبه لايك وفولو وتحول لمبرمج.